فاكرين لما روبرت داوني جونيور قال بعد اند جيم انه خلاص مش هيلبس بدلة سوبر هيرو تاني وانه هيهتم بالتمثيل الجد وبعيد عن عالم مارفل السينمائي. حتى عمل افلام زي دولاتل وبعدين قلب الترابيزة بفيلم اوبنهايمر اللي كسب فيها الاوسكار. ساعتها كل الناس قالت خلاص عهد الايرون مان انتهى. لكن فجأة الدنيا كلها اتقلبت. مارفل راحت له بفكرة مجنونة، مش هترجع تاني تبقى توني ستارك، لا هتلعب دور دكتور دوم، شخصية شريرة أسطورية أذكى من أغلب الأبطال وقوتها ممكن تهد الأكوان. روبرت في الأول كان متردد لحد ما عرف مين اللي هيمسك المشروع. المخرجين روسو نفس الناس اللي عملوا انفينيتي وور واند جيم. ساعتها قال أنا معاكم، وكيفن فاجي مع بوب إيجر ضغطوا عليه أكتر وقالوا له دي فرصة نعمل حاجة ما اتعملتش قبل كده. وده اللي خلاه يغير كلامه، لانه بالنسبه له دكتور دوم مش سوبر هيرو، ده شرير معقد قناع جديد نفس المهمه. ورجوعه بالشكل ده مش بس هيولع الفيلم، ده هيخلي مارفل ترجع تسيطر على الساحه من تاني. انتوا بقى شايفين روبرت داوني جونيور هينجح كدكتور دوم ولا الناس هتفضل شايفاه ايرون مان للابد؟